السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم حواوشي اقتصادي جدا جدا، بدون لحمة، بدون فراخ، بدون اي لحوم. حواوشي ايه؟ حواوشي بطاطس. بس والله العظيم تدوقوا طعمه حواوشي لحمة خالص خالص، مش هتفرقوه عن الحواوشي العادي، بس اقتصادي وحواوشي. تعالوا معايا ونخش نشوف الفيديو واوريكم هعمله ازاي ومقاديره. بس اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس يوصلكم مننا كل جديد. يلا بينا. معايا هنا انا سلقه كيلو بطاطس، يعني بس مش سلقه كامله، يعني حوالي 3/4 سوا. معايا خضره، معايا فلفل اخضر، بصل مفروم عادي، ومعايا بصل اخضر مفروم برضو مقطعاه، وفلفل قرن فلفل احمر حامي كده لو حابين، وده توم مفروم. التوابل بتاعتنا بقى معايا هنا ايه؟ معايا بابريكا، ديت بهارات السبعة، توم باودر، كزبرة جافة، بصل باودر، ممكن بقى بهارات لحمة او بهارات الحواوشي من عند العطار بريحتكم خالص. هنا هرست البطاطس زي ما احنا شايفين كده، هرستها بالهراسة عادي. هنزل عليها بالمقادير بقى كل الحاجات اللي احنا عملنا، كل الخضروات دي هنزل عليها. ممكن تشوحوا الخضار ده في حتة ليا ضاني، لو عندك ليا ضاني بقى محوشاها في الفريزر، تحطي تشوحي فيها الخضار ده وتحطيه على البطاطس، يا بقى تحسي ان انتي بتاكلي حواوشي لحمة. بس طبعا انا ما كانش عندي الليا الضاني فعملت كده على طول. حطيت كل الخضار، كل التوابل، وطبعا الملح. ما تنسوش ان البطاطس بنحطها وهي عليها ملح، والفلفل الاسود، وحبة او معلقتين كده، من حوالي معلقتين من الزيت او 3 معالق، وهنقلبهم او هنهرسهم بايدينا زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم ريحتها جميله قوي قوي قوي. شايفين دي شكلها ايه؟ شكلها لحمه مش شكل بطاطس خالص يعني. نجيب بقى العيش بتاعنا وفتحينه بالمقص زي ما احنا، او بتفتحوه زي ما انتوا عايزين بقى. كل اي خضار عايزينه يا جماعه تحطوه فيها يبقى حلو جدا. ممكن تحطوا معاه مشروم يبقى جميل جدا جدا. بس انا بقول اقتصادي، يعني حاجه متوفره. يمكن البطاطس هنا اقل حاجه، يعني حاجه في البيت. تمام كده، شايفين المنظر؟ بتملوه بقى، تملوه زي ما احنا بنعمل الحواوشي العادي. رائع رائع. اعمل كمان رغيف قدامكم وبعدين ايه اكون خلصت كله. بصوا خلصنا كله زي ما احنا شايفين، منظر جميل جدا. عايزه اقول لكم طعم حكايه والله. حطيت انا بقى الطاسه على النار، حط فيها حبه زيت صغيرين خالص خالص، او حته سمنه زي ما انتوا عايزين. انا طبعا حطيتها في الطرف على اساس ان انا هحط تاني، بس مش هيكفي، فهخليها في النص. وهقلب كده عادي خالص زي ما احنا بنعمل في الحواوشي بالظبط. ولو عايزين تحطوه في الفرن حطوه في الفرن، مش هيخسر. خلاص شايفين المنظر؟ حاجه رائعه يا جماعه، حاجه رائعه. ولو عندكم جبنه موتزاريلا وعايزين تحطوا في قلبها حطوا، بس احنا برضو بنقول حواوشي اقتصادي، يعني عايزين نقتصد، كل حاجه غاليه. شايفين المنظر؟ مش عايزه اقول لكم بقى منظر. شايفين؟ رائع رائع. ولا الريحه بقى، ريحه وطعم خرافه بجد، تحفه تحفه تحفه. عايزاكم تجربوه. وما تنسونيش بقى بدعوه حلوه، وان شاء الله هعمل لكم شويه حاجات كده اقتصادي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. تمام. هنا شايفين المنظر؟ ايه رايكم بقى؟ طبعا حلو. اتمنى بقى اللي مشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وشكرا على حسن متابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.